ده حبيب قلبي أنا الشخصي، يعني أنا باموت فيه الكافيين. الكافيين من أقوى المنبهات للجهاز العصبي المركزي أو central nervous system. يمنع مستقبلات الأدينوسين من إن هي ترتبط بمركب الأدينوسين. الأدينوسين ده بيعمل إيه يعني؟ بيساعد على النعاس، بيساعد على الاسترخاء، بيساعد على الإحساس بالتعب. فأنت كل ما تقلل ارتباط المركب ده بالريسبتور أو المستقبل بتاعه، فأنت يعني مخك مش بياخد باله إنه تعبان. فاهم حاجة؟ طبعا الكافيين في القهوة، الشاي الأخضر، الماتشا، والماتشا طلعت يعني ترند مؤخرا، الاسبريسو، الميكاتو، الأمريكان كوفي، كل أنواع القهوة بكل الحبوب بكل الأشكال، سواء قهوة برازيلي، حبشي، يمني، كولومبي، بكل الأنواع وكل الأشكال، هيساعد في التركيز والانتباه. وكمان يعني الناس اللي بتلعب رياضة مثلا زي حالاتي كده، أو أي حد يعني محتاج زي اكسترا بوست كده أو حاجة تدي زقة زيادة أدائك الرياضي، هيفرق معاك قوي في ان الكافيين اصلا بيساعد في ارتفاع ضغط الدم وبشكل صحي، مش هيخلي مخك ينفجر يعني. لا، بيعلي من ضربات القلب، بيفوقك، بيخلي فيه بلاد فلو او فيه ضخ دم كويس. فده بيحسن من جودة او كواليتي البامب او ضخ الدم للعضلات. كمان بيساعد في زيادة الانديورنس او قدرة التحمل، لانك قلل الاحساس بالفتيج او الاجهاد زي ما قلنا. غير كده يعني بصراحه انا بابيوز الكافيين، يعني انا بستخدمه زياده عن اللزوم، من 3 ل 4 كوبايات في اليوم. ويعني بنام كويس برضو 6 ل 7 ساعات، وببقى مش متضايق او اي حاجه وما بحسش باي اعراض. وغير كده هو بيحسن لي المزاج، يعني انا بشرب القهوه كمزاج اكتر مما انا عايز اخد فايده منها. لا، انا القهوه بتكيفني. يعني تحب تشربها محوجة، تحب تشربها سادة، وسط، سكر زيادة، مانو، انت ومزاجك بقى. عايز تضيف لبن، عايز تضيف مكعب مثلا شوكولاتة خام تكسر المرارة بتاعتها مثلا شوية. انت بتحب الاسبريسو بقى، حاجة تخش على المخ تضرب على طول. لا بصراحة يعني في الأوقات اللي ببقى فيها متضايق، مخنوق، حاسس إني مكتئب شوية أو كده، القهوة يعني مفعولها سحري.